أغلى من الذهب وبينافس الألماظ، الكيلو الواحد بيوصل ل1000 دولار، يعني بالمصري كده تقريبا 50,000 جنيه. مش موجودة في أي مكان في العالم، وعلشان تشتريها لازم تدخل مزاد علني عليها. فيها فوائد بتعالج حاجات ملهاش علاج، واللي بيعرف يزرعها بيدخل عالم المليونيرات. أغلى خضار ممكن تشتريه في حياتك اقتصر على الأغنياء وبيتباع بالجرام. انت متخيل انك ممكن تدفع اكتر من 1000 دولار عشان تاكل كيلو خضار؟ خضار، مش كافيار ولا لحمة مستوردة ولا شوكولاتة فيها دهب، لا خضار بجد. النهاردة هحكي لك عن اغلى انواع الخضار في العالم، خضار مش اي حد يقدر يجيبه، واسعاره ممكن تخلي الواحد يعيد حساباته قبل ما ياخد قضمة. نبدأ مع فطر الماتسوتاكي، وده مش اي فطر، الكيلو منه بيوصل ل 1200 دولار، تخيل. وده في مزاد سنة 2021 3 حبات بس اتباعوا ب 7564 دولار في اليابان. الفطر ده بينمو في مكان نادر جدا عند جذور أشجار الصنوبر الحمراء، وده في اليابان والصين وكوريا وكندا. بس المصيبة إن الأماكن اللي بينمو فيها بقت مهددة بدودة غازية، وده قلل أعداده جدا، خصوصا إنه حساس جدا لتغيرات الطقس. يعني لو الجو حر أو في جفاف ممكن ما تلاقيش منه خالص، وده بيرفع سعره ويخليه نادر جدا. غير كده الفطر ده فيه فوائد صحية كبيرة جدا، زي مضادات الأكسدة وفيتامين بي 3 وفيتامين دي والبوتاسيوم، وبيستخدموه في وصفات يابانية غالية جدا زي طبق غوهان والسوكياكي. ندخل على الكمأة البيضاء أو كمأة قلبة، ودي بتتسمى كمان الكمأة الشتوية، بتوصل سعرها ل 168 دولار للأوقية الواحدة، يعني الكيلو يتعدى 2000 دولار. الكمأة دي بتنمو تحت الأرض حوالين جذور شجر زي البلوط والكستناء، وبيتم الحفر عليها بوسيلة مش تقليدية، كلاب أو خنازير مدربة. قيمتها مش بس في ندرتها لكن كمان في فوائدها الغذائية العالية جدا. فيها كربوهيدرات وبروتين والياف واحماض دهنيه، وكمان بتحتوي على كل الاحماض الامينيه الاساسيه. نروح بقى للزعفران، او زي ما بيسموه الذهب الاحمر. الزعفران بيتزرع في ايران والهند واوروبا، وخصوصا اسبانيا وايطاليا. الزهره نفسها ارجوانيه، لكن الجزء اللي بيتاخد منها للتوابل هو الخيوط الحمراء الرفيعه جواها. وعشان تعمل نص كيلو زعفران محتاج 75,000 زهره، وبيتحصد يدويا واحده واحده. سعر الكيلو وصل لاكتر من 1000 دولار، وده لوحده كفيل يخلي الزعفران في مرتبة فاخرة. ندخل دلوقتي على الوسابي، وده اللي الناس كتير تعرفه واللي بنشوفه في المعجون الأخضر اللي بيتقدم مع السوشي. بس خليني أقولك إن الوسابي الحقيقي مش الصناعي اللي بنشوفه في المحلات، سعره بيبدأ من 70 دولار ويوصل ل 250 دولار للكيلو حسب الجودة، وبيحتاج ظروف زراعة خاصة جدا زي مية جارية وصافية ودرجة حرارة ثابتة. زراعته صعبة جدا ومكلفة، وعشان كده قليل جدا اللي بيزرعوه على مستوى تجاري. نروح لحاجة مش مشهورة قوي لكنها غالية برضو، وهو التتسوي الخضار، وده الرطل منه بيوصل ل 15 دولار. بيشبه السبانخ لكن طعمه مختلف، وغني بالكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين اي، وكمان الحماية من الكانسر. نيجي بقى للثوم، مش الثوم الابيض العادي، لا الثوم الاسود. سعره بيتراوح بين 10 ل 20 دولار للرطل الواحد. هو عبارة عن ثوم عادي، بس بيتم تعتيقه لفترة معينة في درجة حرارة ورطوبة خاصة علشان يتحول للون الاسود ويبقى طري وطعمه يميل للخل البلسمي. بيحتوي على مضادات اكسدة، وبيساعد في تقليل السكر وتحسين صحة القلب والمخ وحتى الوقاية من الكانسر. واخيرا البيبي كورن او الذرة الصغيرة، شكلها لطيف وطعمها خفيف، وسعرها بيوصل ل 8 أو 10 دولار. بتتزرع في الربيع والصيف وغالبا في دول آسيوية، لكن حصادها بيتم يدويا، وده بيخلي تكلفتها أعلى. يعني ببساطة الخضار مش دايما أكل الفقراء، في خضار بقى رفاهية سعره بيوازي الذهب، ومش أي حد يقدر يوصله. بس هل الطعم بيساوي السعر، ولا هو بس فرق الندرة؟ ولو انت معاك المبالغ دي هتشتريه ولا هتستخسر؟ شاركنا في التعليقات.